حتى تكون عبدا لله يجب أن تكون حرا ممن سواه. يعني لا يمكنك أن توحد الله عز وجل إلا إذا كنت حرا. ولذلك لا إله قبل إلا الله. لا إله يعني أنك تنفي تعلق قلبك وخضوع لأي شيء غير الله عز وجل. لا إله. الإله مش بس صنم تسجد له. الناس المشكلة يتصورون، هذه أزمة كبيرة عندنا، أن الناس يشوفون أن الشرك هو سجود للأصنام فقط، أو عبودية الأصنام أو عبودية القبور أو شيء من هذا. هذه مشكلة كانت موجودة في بداية العهد الإسلامي وانتهت في 20 سنة. شنو الشرك الحديث؟ الشرك هو الخضوع لغير الله، وبالتالي ممكن يكون كثير من المسلمين مشركين. الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه، شوف إلهه هواه، يعني أنت تشرح له الحق ويعرف الحق لكنه ينكره. ليش؟ لأنه ما يتلائم مع هواه. هذا كثير عند الناس، يعرف الحق هناك، تجده مثلا يروج لمفكر معين مثقف معين على أساس أنه مثلا ينقذ الإسلام، تقول له تمام في كتاب رد عليه، لا ما يقرأ. ليش؟ لأنه ما يبي يبين أن هواه غلط، فهو عبد لهواه مش عبد لهواه. هذا شرك، هذا ضرب من ضروب الشرك. من يعبد المال، هناك من يعبد المال، لا يصدق لا يزكي لا شيء. ليش؟ لأنه عنده حب للمال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار. عبد، شوف التسمية دقيقة، عبد الدينار والدرهم. هذه كلها مظاهر الشرك، وخاصة الحين هذا مظاهر من الشرك. لكن الشرك الحقيقي لما تخضع فعلا لغير الله عز وجل. يعني في بعض الناس يقدم أحكام غير الله عز وجل على أحكام الله عز وجل، خضوع مطلق لحاكم، لبعض الناس لسلطة دينية. أنت والله أنا اللي يقول فلان معه خير ولا شر، أنا معه. لا، لازم تسأل عن الدليل. القرآن دائما يبحث عن الأدلة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ عندك علم؟ ولا مرة قال لك شوف الناس شنو سووا مثلهم. هذه بالعكس، هذه كانت مشكلته مع الكافرين. ما سمعنا بهذا في الملة الآخر. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخر. طيب خير يا طير ما سمعت بالملة. طيب يمكن أن ما سمعت كانوا غلطانين كلهم، يعني شو المشكلة يعني؟ أبشرا واحدا منا نتبعه، يعني نتبع واحد بس. طيب لو كان معه دليل. منطقهم كله منطق كمي. الفكرة أن الإسلام يحررك، يطالبك بأن تتحرر من كل ما سوى الله حتى تصل إلى الله. ما ينفع تقول أنا عبد لله وفي النهاية يجي حاكم يأمرك بما يخالف الإسلام وبما يخالف أمر الله عز وجل وتطيعه. أنت هنا وقعت في الشرك. إذا قدمت غير أمر الله عز وجل على أمر الله أنت وقعت في الشرك. كم واحد مننا يفعل هذا؟ ولذلك في آية غريبة ما تفهمها إلا إذا فهمتها بهذا المنطق. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إيمان وشرك ما تركب. يعني هو مؤمن ومشرك ما ينفع، يعني لازم يا مؤمن يا مشرك. لا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني هو مؤمن في الظاهر لكنه يقع في الشرك. هذا يدلك على أن الشرك فكرة خطيرة جدا، والقرآن ما خصص هذا العدد الهائل من الآيات عن الشرك حتى تكون تعالج ظاهرة انتهت أول 20 سنة في تاريخ الإسلام. لا، هذه موجودة يوميا في حياة المسلمين. يعني المسلم يحتاج أن يعلن حالة طوارئ يومية لمقاومة كل مظاهر الشرك. متى ما شعرت أن قلبك معلق بأحد لدرجة أنك تقدم رغباته أو أوامر على الله عز وجل، أنت عندك مشكلة. أنت خرجت عن دائرة العبودية لله عز وجل، أصبحت مشركا. إيش معنى عبد؟ ليش اختار الله عز وجل لفظ عبد؟ أنت الآن لو يكون عندك عبدك وفي النهاية أجي أنا أمره يسمع كلامي ويطنش لك، لا ما صار عبدك، ما صار عبدك. صح ولا لا؟ صح. كم واحد منا يقدم هو منطقيا يقول لك لا أنا ما أعبد إلا الله عز وجل، أنا ما أدري. لا كلام فاضي. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشرك. قال الوعد عند مفترق الطرق. حينما يأتي الأمر الإلهي ويأتي أمر هواك أنت تعرف أن الحق هناك. وأنا مر علي كثير من الناس هذول اللي فعلا أنا أنصدم من مدى تعلق بهواه. يرى الحقيقة رأي العين لكنه يتنكر له لأنه مخالف الهوى. بعضهم أصلا اشتهر بفكرة معينة ما وده يطلع عنها غلط. هذا كله مظاهر من مظاهر الشرك، لأن الله عز وجل يريدك أن تتجرأ من كل شيء. لذلك هو ما أطلق إله على الهوى عبثا، لأنه فعلا هو إله. كل من تخضع له هو إله، سواء كان مال، حاكم، رمز ديني، رمز سياسي، رمز ثقافي، أي شيء أنت تخضع له خضوع مطلق وتقدمه على الله عز وجل أنت وقعت في الشرك. فلما نقول لا إله إذن يجب أن نتجرد عما سوى الله عز وجل من كل ما سوى الله عز وجل ونذهب إلى الله عز وجل.